الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم أميرة محمد أحمد، منطقة فيلادلفيا. يعني أنا والله عايزة إنه أعبر، ما عارفة أقول شنو، وبقول إنه يعني كانت الدورة حاجة جميلة جدا جدا، ويعني كانت حاجة ناجحة وكان مجهود يعني صراحة كان جبار، ونحن سعيدين بالإخوة اللي جو من كل الولايات وشاهدنا المباريات. ويعني الحاجة اللي أنا يعني أسعدتني انسجام الناس مع بعض، وهي كانت يعني بالنسبة لي شبه عيد، يعني كأنه كان عيد في السودان. وأنا يعني صراحة يعني عجبتني الافتتاح بالذات، كان يعني بالنشيد، والأطفال لما كانوا يعني قالوا النشيد يعني رجعونا لزمن بعيد جدا جدا. يعني صراحة حاجة يعني لنا كلنا، يعني ما للفريق ولا كان للناس المشاركين ولا لي كان الناس المسؤولين فقط، فكانت لنا كلنا كأمهات ويعني ومع الأطفال يعني بنات وأولاد وحتى أزواجنا وكده. كانت حاجة جميلة، والحاجة اللي بقولها إنه بتمنى إنه في المرات الجاية أشوف يعني أكبر قدر من الأسر يعني تجي وتحضر المباريات يعني، والحضور يعني أنا بقول إنه ما بطال، وبس بوصي يعني المسؤولين بفيلادلفيا إنه المرة الجاية إن شاء الله يعني يجمعوا أكبر قدر من المشاهدين. ده ما بيعني إنه ما كان في مشاهدين أو كان عددهم قليل، يعني العدد كان ما شاء الله الحمد لله يعني صراحة. وأنا بالذات يعني سعيدة بالدورة، وبتمنى إنها يا ريت لو كل مرة تبقى في فيلادلفيا، يعني لأنه يعني جد يعني حاجة جميلة. كلنا يعني صراحة الأسرة من البيبي لحد الأب والأم البنات يعني كلنا يعني سعيدين يعني. ما عندي كلمة تانية أقولها، بس إنه بشكر كل الأهل وكل الأخوان، وبشكر الفرق، وبشكر الناس المنظمين للدورة. وأنا من ضمن الناس بقول صراحة يعني بغض النظر إنه يعني الحاصل شنو، حاجة خلتني أجي يومين وراء بعض وأكون عندي طاقة إني أحاول أشارك. لمن بنتي اتصال قالت لي يا ماما when the guests came to your house you have to behave. فأنا بعتقد إنه طالما في ضيوف جايين فيلادلفيا يعني يعني بتمنى إنه الحضور يكون أكبر وأكبر إن شاء الله في المرات القادمة إن شاء الله. ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين، وبشكر كل الإخوة المنظمين للمهرجان. يعني ما بقدر أقول حاجة تاني، بقول شكرا وبقول عز مكان وطن السودان.